يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة. معاكم فينا من 8 ونص ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنحكي بندردش بنتكلم في حاجات كتيرة. حلقة 23/12/2025 اللي قربنا نقول لها باي بالسلامة، واللي جاي أحسن من اللي راح. إن شاء الله كده نبدأ سنة 2026 يعني خير، بركة، رحمة يتبعانا أينما نكون. النهاردة حلقة حلوة في أسبوع السلام. انتوا عارفين انه راديو سما مقسم الثلاث أسابيع الخاصة بالاحتفالات: أسبوع مجد، وأسبوع سلام، وأسبوع مسرة. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. فإحنا دلوقتي في أسبوع السلام، هتلاقوا كل الفقرات النهاردة بتتكلم عن السلام، وكل الفقرات في الأسبوع ده عامة بتتكلم عن السلام. كل الناس بتتكلم في الحتة دي، بس كل واحد بيتكلم من منظور مختلف. النهاردة هنكون بنحكي إنه مش كل سلام سلام، وده حقيقي. مش كل سلام سلام، في سلام كتير قوي، وفي انواع للسلام كتير قوي. خلينا كده نبدأ بالأسئلة اللي هنسألها النهاردة. يعني ايه سلام؟ آه تستحمل وجع المواجهة ولا تعب الكبت؟ لانه المواجهة فيها سلام، والكبت هنشوف فيه سلام ولا لأ. السلام إحساس ولا قرار؟ وده سؤال مهم قوي بنتكلم فيه النهاردة. السلام يا ترى هو إحساس ولا قرار؟ أنا حاسس إن أنا عايش في سلام، ولا أنا واخد قرار اللي أنا هعيش فيه سلام؟ معانا بقى فقرة المنوعات اللي في الأول. كده قبل ما نبدأ في الحلقة وندردش ونتكلم كتير، خلونا نبدأ بفقرة المنوعات. ومعانا انتوا عارفين انا ما بعرفش افوت الترندات، فمعانا خبر ترندي جميل جدا، حلو لطيف. في علشان بقى نبقى ايه مواجبين لجيل الفا يا جماعه. جيل الفا منطلق جدا، و يعني طريقه كلامه بقت سريعه قوي، كتاباته في الشات سريعه جدا. تحس ان انت يعني مش ملاحق، يعني انت بتحاول تلحقه بس انت مش لاحق تلحقه. بقى بيختصر الكلى. فاكرين انتوا الفيلم اللي كان بيقول احنا بناكل الكلى؟ هو الكلام، يعني هو بيختصر الكلام جدا، بيعمل كل حاجة عنده بسرعة رهيبة. في ترند نازل دلوقتي بقى، تعالوا نجربه مع بعض كده. واصل هو انا جربته الصراحة، اصل كان لطيف قوي. عارف انت لما الاجيال اللي بعد كده تجرب حاجة كده، المهم يعني. في ترند نازل اسمه 6 7، اللي هو 6 7 يعني. الموضوع ده بقى موضوع منتشر قوي، وجوجل داخل فيه بطلاقة. لو دخلت على موقع البحث بتاع جوجل وكتبت 6 7، اعملوها دلوقتي اللي بيسمعوني، هتلاقوا ان جوجل بيتحرك بالمايل، بيتحرك كده 6 7 هي كده. فهتلاقي دلوقتي نازل على التيك توك والانستجرام وكده. كل حد طالع يعمل لك 6 7 ويحرك ايديه اليمين والشمال فوق وتحت، زي ما انا عاملاه. اللي بيشوفني هيكون شايف انا بعمل ايه، اللي بيسمعني يحاول يتخيل. عارفين لما تعملوا كفة ميزان كده؟ هو 6 7 اللي هو حاجة ترند كده نازل جديد. وقالوا لك يعني دلوقتي انه موقع ديكشنري.com قال انه عبارة 6 7 بقى لقب التعبير المميز لهذا العام، الأكثر انتشارا والأكثر ترندي هذا العام في 2025. وقال انه هو بالنسبه لجيل الفا مرحله داخليه تنطق كرقمين منفصلين بيراها المستخدمون الاكبر سنا بمثابه. طبعا الاكبر سنا مش فاهمين اللي بيحصل خالص زي حالاتنا كده. بس هو احنا بنحس ان في تطور غريب بيحصل، في حاجات غريبه احنا مش فاهمينها. بس تجرب كده تقول لاولادك 6 7 واعمل لهم كده، شوف هم هيضحكوا ازاي. هم كلهم بيضحكوا، انا معرفش ليه، انا كل ما اقول لحد 6 7 الاقيه بيضحك قوي. هم مش متخيلين تقريبا ان حد كبير بيعمل زيهم. بس هو ترند نازل منتشر قوي. الترند بقى معناه ايه؟ 6 7 معناه انه الشباب اللي هم بتوع جيل الفا بياخدوه بمعنيين: اما انه كل شيء على ما يرام 6 7، يعني لما يحب يقول كل شيء على ما يرام مش هيقعد يقول لك بقى ايه حسنا كل شيء على ما يرام، هيعمل لك 6 7 تمام، كله تمام، كله كويس. تمام. او لما تيجي بيقولوا يعني ان هما بيستخدموها في الحالتين دول، او لما تيجي تخيروا ما بين اختيارين
فيقول لك 6 7 يعني اوكي مش فارقه ده او ده، ده او ده 6 7 يعني انا مش عارفه بصراحه، بس هو انا لازم اقول لكم احدث الحاجات اللي نازله علشان برضو وانتوا بتعاملوا اولادكم كده وانتوا بتتعاملوا مع جيل الفا تبقوا فاهمين. انا عارفه انه جيل الفا مش بيسمعوا اكيد البرنامج ده خالص، لكن اللي انا متاكده منه ان الجيل اللي هو جينزي ممكن يكون بيسمع، والجيل اللي قبل منه اكيد بيسمع. بس يعني عامة يعني لما تبقوا شايفين الترند اللي هو 6 7 ده، اعرفوا انه معناه انه كل شيء على ما يرام، او ده او ده مش فارقة 6 7. وجربوا اعملوها على جوجل، لطيفة قوي، حتى جوجل يا جماعة بيعمل الترندات دلوقتي. طيب تعالوا كده، النهاردة هنبدأ في حلقتنا. النهاردة كان خبر لطيف كنت محتاجة ان انا اشارككم بيه. تعالوا نبدأ في تعليقات الفيسبوك، ومعانا مايكل. صباح الفل عليك يا مايكل، صاحي بدري صاحي متألق. صباحك حلو يا مايكل. سنة 2025 بتروح منا يا مايكل، فرحان انها بتروح منا ولا عايزة تقعد ولا ايه النظام بالظبط؟ النهاردة بنتكلم عن انه مش كل سلام سلام. يا ترى ايه السلام، احساس ولا قرار؟ يعني ايه سلام بالنسبة لك؟ ويا ترى وجع المواجهة ولا ألم الكبت؟ وجع المواجهة ولا ألم الكبت؟ ليه بقى المواجهة والكبت؟ لأن ليهم علاقة أساسية بالسلام، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. هي الفكرة كلها ان احنا بنقول كلمة سلام دي كتير قوي يا جماعة، بنقولها. يعني مثلا سلام يا صاحبي، سلام يا جماعة، سلام عليكم. اوقات بقى بنقولها سلام وخلاص، يعني سلام عشان نخلص، سلام سلام ماشي ده تمام، سلام سلام. اوقات تانية بنقول سلام عشان ما نهريش. اه سلام، اوكي سلام يا جماعة خلاص سلام سلام. اوقات تانية بنقولها علشان ما نخافش، نبقى في قاعدة وفي حاجة قلقانة فهنبدأ نخاف، طب يا جماعة استأذن انا بقى يا جماعة سلام ونقوم ماشيين. فده يخلينا نقول انه مش كل سلام معناه سلام. في خبر صغير كده بيتقال انه في بعض اللغات كلمة سلام معناها اكتمال، اكتمال. وهنفهم من خلال الحلقة يعني ايه فكرة اكتمال. يعني فكرة السلام مش مجرد هدوء، ده اكتمال لحاجة. يا ترى اكتمال لإيه بقى؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه. مش فكرة انه الدنيا تبقى فيها هدوء وسكوت، فكرة انه في حاجة مكتملة من جوانا. في قبل كده يعني حد كان بيتكلم معايا فبيقول لي ايه، انا اصلا فكرة السلام دي انا عامل سلام مع كل الناس، انا مش بعادي حد خالص، انا مسالم جدا مع كل الناس. طيب انت مبسوط؟ لا انا مش مرتاح. طب ليه؟ مش انت بتقول ان انت بتسالم كل الناس وان انت عامل بيس مع كل الناس، ليه بقى مش مبسوط؟ لا انا مش مرتاح. ففي سلام بينهي الحوارات عشان اخلص، وفي سلام بيحل بجد عشان يدي اكتمال. أم النهارده بقى مش جايين نتكلم ونقول بالظبط يعني يعني كأننا احنا يعني مش هنقول ايه اللي بقى يتعمل وايه اللي ما يتعملش في السلام وكده. احنا جايين نفكر سوا، احنا ليه بنطلب السلام؟ هل عشان نكتمل ولا عشان نهرب؟ شالوم بالعبري وسلام بالعربي، الاتنين تقريبا مشتركين في الاس والال والام، وبيكون معناه اكتمال، امان، سلامة. عارفين انتوا لما فازة تتكسر، او لما فازة تقع وتتشرخ نقول ايه؟ او لما فازة حتى تتكسر خالص نقول الحمد لله جت سليمة، سليمة. بنستخدم كلمة السلام ده في حاجات كتيرة قوي، مع اني الفازة مكسورة ويمكن تشوهت، بس بنقول جت سليمة. يبقى اذن مش كل سلام سلام، لاني الفازة من جواها مكسورة، بس احنا بنركب السلام في حاجة تانية عليها عشان نمشي الدنيا بسلام. فاذا مش كل سلام سلام. طيب تعالوا كده نتكلم وندردش ونحكي في انواع السلام اللي بنمر بيها، اللي بنقول عليها سلام بس ربما يكون داخلها مش سلام. وحلقتنا النهاردة بتتكلم عن انه مش كل سلام سلام. يا ترى
ايه انواع السلام اللي تبدو كأنها سلام ولكنها في الحقيقة اي كلام. حلو الكلام. وكمان معانا لعبة الشهور حسب شهر ميلادك. قول شهر ميلادك واسمع الرسالة النهاردة ليك. وخلينا نتكلم في الأسئلة. يا ترى السلام إحساس ولا قرار؟ يا ترى وجع المواجهة ولا ألم الكبت؟ أيهما يعني بتفضله في حياتك؟ وكمان إيه مفهوم السلام الداخلي بالنسبة لك؟ يعني لما تقول أنا حاسس بسلام، أو أنا نفسي أحس بسلام، ده مدلوله إيه عندك؟ يلا نفرفش ونبدأ كده بالفواصل بتاعتنا لغاية ما تبتدوا تدخلوا ونبدأ نتكلم وندردش مع بعض ونحكي في إنه مش كل سلام سلام. يلا نطلع فاصل ونبدأ حلقة السلام. ورجعنا تاني. ومش كل سلام سلام. احنا النهاردة في اسبوع السلام وكل حاجة بتتكلم عن السلام. بس النهاردة انا جاية اثير الجدل واقول انه انا اسفة جدا، مش كل سلام سلام. اوقات يبان انه سلام بس جواه مش معناه سلام خالص. خلينا نتكلم ونوضح اكتر كده. ايه انواع السلام اللي يبان انه هو سلام بس هو في الحقيقي مش سلام؟ والأسئلة اللي بندردش فيها النهاردة: يا ترى السلام إحساس ولا قرار من وجهة نظرك؟ كمان لو أنت داخل في حاجة كده تتطلب وجود سلام، آه تستحمل وجع المواجهة ولا ألم الكبت؟ أيهما بتتعامل معاه؟ احكي لي عن مفهوم السلام بالنسبة لك، وما تنسوش لعبة الشهور اللي موجودة معانا. آم، ميرات في تعليقات الفيسبوك بتصبح وبتقول صباح الفل يا فينا. صباح الفل عليكي يا ميرات. ايه رأيك يا ميرات بالنسبة لموضوع السلام؟ كل سلام سلام ولا مش كل سلام سلام؟ طيب في السلام تستحملي وجع المواجهة ولا ألم الكبت؟ وهل من وجهة نظرك كده الإحساس السلام إحساس ولا قرار؟ أنا حاسة بسلام ولا أنا عايزة أخد قرار السلام؟ وطبعا لعبة الشهور موجودة معانا وما بتفرقناش خالص. طيب خلينا كده نكمل ونروح لأنواع السلام اللي أنا بحكي لكم عنها، إنه مش كل سلام سلام. في سلام كده يبان إنه بصوا ميرات كتبت ايه في التعليقات، ده نفس اللي انا كنت هقوله حالا، اللي هو سلام السكوت، سلام الكبت. ميرات بتقول ألم الكبت لحد ما شوية كده ونواجه إن شاء الله. طب وليه يا جماعة؟ ليه نستحمل ألم الكبت؟ انتوا عارفين ان ألم الكبت ده مرعب مرعب. يبان من بره ان انا عندي سلام، ويبان ان انا شخص هادي، ويبان ان انا شخص بيكبر دماغه، ويبان ان انا شخص عاقل جدا، بس انا من جوايا حرب. فيبقى مش كل سلام سلام. باين ان انا من بره عندي سلام لكن من جوه عندي خناقات. عايزه اقولك يا ميرات انه بجد بجد وبناء على تجربه كده، احكي لي كده، هو الم الكبت بالنسبه لك عادي؟ عادي ان انت تمري بيه، انه انت حاسه ان انت موجوعه قوي من موقف او من شخص، بس انت قررتي ان انت تستحملي كل ده عشان ما تواجهوش؟ يعني ده احساس عادي بنمر بيه كده عادي؟ تعالي نشوف الرسالة الخاصة بشهر 10 بتقول ايه. شهر 10 بيقول سلامك في القبول، اقبل نفسك قبل ما تقبل اي حد تاني. لا ايوه صح، سلامك في القبول، اقبل نفسك قبل ما تقبل حد تاني. بتقبلي نفسك زي ما هي، ولا بتحاولي تمشي الدنيا وخلينا مع الناس وكده ونلهي عن نفسنا ونشوف الحاجات اللي ناقصاها لسه شوية؟ علشان اوقات احنا بنعدي لنفسنا حاجات كتير قوي عشان ما ندخلش في مواجهة. ما هو خدي بالك انه اللي برضو بيأجل المواجهة مع الناس هتلاقيه بيأجل المواجهة مع نفسه. ما هي دايرة واحدة بنمشي فيها كلنا. فإن شاء الله احنا مضطرين ندخل في تعب المواجهة ميرت كده ونبدأ في الخطوات دي. طبعا لو سمعتي الحلقة للآخر هنشوف ازاي ندخل في مراحل المواجهة دي. طيب ميرات كمان بتقول اكيد مش عادي، بس الفكرة مش اني ما واجهش على قد ما اني بحاول ما اخسرش اللي قدامي.
طب بس انت بتخسري نفسك، صح؟ عشان كده يمكن الجملة جاتلك انه اقبلي نفسك واقبلي الموضوع قبل ما تقبلي اي حد تاني. ما هو المشكلة هقولك على حاجة، احنا لما بيبقى قدامنا فكرة تعبانة ونقعد نكتم فيها، دي بتعمل لنا زي سوسة كده، بتنخرب على حياتنا، بنخلينا نحس بقى كل شوية ايه، انه طب ما هو في حاجة غلط. طب ما هو اوقات تحس انك مش طايقه الشخص فمش قادره تتعاملي معاه فتقلبي عليه، اوقات تاني ترجعي تعامليه كويس، ما انت بتحاولي تقنعي نفسك ان الدنيا هتمشي وتعدي، فتحسي كده انك داخله في حته كده اللي هو انا مش عارفه اعمل ايه، طب يعني انا اتعامل بانهي شكل؟ فبرضو هتحسي انه مش هينفع تتحل الا لما ندخل في تعب المواجهه. انت عارفه انه انا اخترت في السؤال انه يكون تعب المواجهه ولا الم الكبت، لاني الالم اكبر من التعب. التعب ده ممكن يعني اعدي بيه في وقت ويروح، لكن الالم ممكن يستمر لفترات طويلة قوي. عشان كده السؤال مقصود انه تعب المواجهة ولا ألم الكبت. طيب خلينا كده نكمل ونقول انه اول نوع من انواع السلام اللي يبان قد يكون انه هو سلام، السلام اللي هو بينهي الموقف، زي ما ميرات كده بتقول، علشان هو ما بينهيش الوجع، هو بينهي الموقف. بس انا مش عايزه اخسر الشخص اللي قدامي، ماشي تمام، اللي انت شايفه عيوني ليك، وانا من جوه هيجيلي جلطة من كتر التعب ومن كتر الزهق. خلاص خلصنا تمام، الدنيا المهم هادية، الجو شكله بيس، احنا كويسين مع بعض، شكلنا حلو قدام الناس، مية مية، احنا كده تمام. بس يا ترى في مرحلة السكوت والسلام اللي قد يبدو للبعض، هل أنا ببقى راضي من جوايا؟ هل أنا ببقى موافق على الوضع اللي أنا فيه وعلى الوضع اللي قدامي معايا فيه؟ ده سلام وهمي. عشان كده بنقول إنه مش كل سلام سلام، لا ده مش اسمه سلام، أنا بصطنع السلام لكن هو في الحقيقة مش سلام. في بقى سلام برضو أخوه، ابن عمه كده، اللي هو الهروب، اللي هو أنا أصلا لا بواجه نفسي ان في مشكله ولا بواجه الاخرين ان في مشكله، انا بهرب طول الوقت، اروح اشتغل، اروح اكتيفيتي، اروح تمارين، اروح جيم، اروح حاجات كتير، بلغوش على نفسي، احضر حفلات، اسهر في الشغل كتير قوي، اكل كتير قوي، ولاقيني بعمل تصرفات غريبه عشان اهرب. يبدو للآخرين إني عندي سلام، وأنا يبدو للآخرين إن أنا تمام وهادي وكويس بس الفكرة أنا بهرب في حتت كتير علشان أهرب من فكرة إنه أنا مش قادر أواجه، إن أنا عمالة أضحك كتير. عارفين ده طبعا، كلكم عارفين المعلومة دي، إن الناس اللي بتضحك كتير قوي هي أكتر ناس بتهرب من المواجهة، هي أكتر ناس بتهرب من الوجع اللي جواها. فده بيخليني معيش الحاضر، انا دايما عايش كده ان انا بمشي عشان اعيش، انا بعمل حاجه علشان نعدي، يلا نعدي يلا نعدي، بس في الاخر انا اسمي هربان. هل ده سلام؟ مش كل سلام سلام، ده مش سلام، ده يبدو في خارجه ان هو سلام بس هو هروب، فهو مش سلام. يا ترى ايه انواع السلام تاني؟ نتكلم مع بعض وندردش كده، ايه انواع السلام اللي يبان ان هو سلام بس هو مش سلام، احنا بنضحك على بعض. في سلام برضو شكله كده يبان كيوت، حلو قوي، سلام المجاملة، وجودك فرق جدا النهارده وانا من جوايا يا ريتك ما كنت شفت وشك النهارده، واو شكلك تحفة، ايه الاوتفيت ده، وانا من جوايا اي حاجة عليكي انتي بتوحشيها حتى لو هي حلوة. أم طول الوقت بصطنع حاجات، طول الوقت بقول مجاملات، يبان ان انا شخص من برايا عندي سلام، عندي هادي، راضي على كل الناس، بس انا في الحقيقة مولع من جوايا، بس انا في الحقيقة مش راضي عن اي حاجة من جوايا. شكله لطيف بس هو متعب قوي، فمش كل سلام سلام. أم السؤال، لو فضلنا نطبل للناس اللي حوالينا هنفضل الى اي مدى احنا حاسين ان حياتنا فيك؟ يعني حاسين ان احنا كل اللي فيه ده تطبيل بس. عارف البني ادم اللي بيطبل هو البني ادم اللي بيعيش سلام وهمي،
بس هو حقيقي إنه نفسي أبقى أقول له مش كل سلام سلام. في سلام بقى لطيف قوي، سلام القبول، اللي هو مش استسلام للموقف، مش استسلام للوضع اللي فيه، بس أنا عليا وضع محطوط أنا فيه ومش قادرة أغيره، فخلاص اتس اوكي، مقبول، يعني هقبله، هتعامل معاه. ده يمكن اقرب نوع من انواع السلام اللي قد يبدو سلام، ان انا في وضع سيء، مرض، تجربة، ضيقة، حاجة مش ملياش دخل فيها، فأنا بحاول أقبلها، بحاول أوجد سلام. أنا صحيح لسه ما عرفتش أبقى عندي سلام، صحيح لسه بحاول أقول للناس إن أنا كويس بس أنا مش كويس، بس أنا بحاول، يعني دي أحسن من اللي فاتوا، لأن أنا بجتهد إن أنا أقبل الحاجة اللي أنا فيها، وأنا حاسس إن أنا إيه اللي جابني هنا، أنا إيه اللي عمل فيا كده، أنا ما استاهلش كل اللي بيحصل ده، فليه أنا كده. ده أنا أقدر أقول لكم إن أول درجات النضوج، انه فكرة انه انا محطوط في موقف وبحاول اقبله، صحيح انا مش مقتنع كلية بس بحاول مع نفسي ان انا اقبله، بحاول ادور على السلام واوجده. فانا شايفة انه دي درجة كبيرة جدا من انا على سلم النضوج، انا ابتديت اطلع على سلم النضوج. سلام المواجهة ده سلام رائع قوي، بس مش كل الناس بتستمتع بيه. فكرة انه انا لما دايما يبقى جوايا حاجة نفسي اقولها لحد بس مش قادرة اقولها، فبهرب منها، بفضل طول الوقت موجوع من جوايا. لكن الناس اللي بتعرف تواجه، الناس اللي بتعرف تقول يا جماعة انا متضايق من الحاجة الفلانية، يا فلان الوضع اللي انت عامله ده ما يليقش تماما. ففكرة سلام المواجهة اللي هو الكلام الصريح، وفي نفس الوقت في حدود واضحة وفي احترام، بيوجع شوية بس بيشفي، وده بيؤدي لسلام. وهنا نقول انه السلام هنا سلام حقيقي، انه انا ما بهتمش انه صحيح احنا هنتعكنن ومد شوية، هنتعب شوية، بس هنتشفي بعدين وهنعرف نكمل بعدين. ده نوع من انواع السلام الحقيقي والسلام الصحي جدا، بس هو عشان متعب فاحنا ما بنروحلوش كتير. ف ف الفكرة انه المواجهة مهما لو كانت متعبة بس فيها شفاء، لكن هفضل بقى مستحمل ألم الكبت ده شيء صعب قوي. في بقى سلام جوه القلب، وده سلام اللي احنا يعني يمكن المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام، السلام بجد المقصود، اللي هو فكرة انه السلام طالع من جوه لبره. انا حقيقي حاسس انه انا عندي سلام حقيقي. بيبان بقى فين؟ بيبان في العواصف، بيبان في التجارب. تلاقي شخص يبدو طول الوقت ان هو هادي ولطيف وعنده سلام وجميل قوي، وتلاقيه اول ما دخل في خناقة في الشغل، او اول ما دخل في تجربة ما، او اول ما اتخصم له، بس عينيك ما تشوف الا النور، هذا الشخص تحول تماما الى شخص اخر. فهل السلام في الشخص ده سلام حقيقي ولا مش كل سلام سلام؟ على عكس بقى الشخص اللي قلبه فيه سلام من جوه، هتلاقيه انه اتخض، اتضايق، هيدي رياكشن برضو، بس هو عن ثقة انه الله هيدبر الامر، وانه في حاجة هتحصل، وان انا مش هسكت برضو، وان انا هدور على حقي، وان انا هسأل ليه. ده نوع من السلام. يتقال كده، هو سلامك جاي من فين؟ جاي من جوه ولا جاي من بره؟ هو سلام حقيقي ولا مش كل سلام سلام؟ في سلام بقى رائع رائع، سلام النهايات، انه ده اخر سلام ما بيننا، مفيش سلام تاني بعده. ليه؟ اللي هو اهرب لحياتك، اللي هو انا اكتشفت ان انت شخص مدمر سلامي، انا اكتشفت ان انت شخص بيأذيني طول الوقت، اكتشفت انه المكان ده مش هينفع ابقى موجود فيه تاني. فساعتها اقول سلام، سلام وانا مقتنع تماما ان انا بعمل ده عشان صح ليا، سلام وانا مقتنع تماما انه انا هسيب لكم سلام وانا كمان هاخد سلامي جوايا، فخليكم انتوا عايشين في سلامكم وخلوني انا في حالي وعايش سلامي مع نفسي. ده سلام يا جماعة. يعني انا بشوفه انه سلام علاقة، سلام مرحلة، سلام من فكرة. ده مش هروب، ده اسمه نجاة، ده اسمه آخر سلام ليكم وليا، وأنا هنجو بحياتي عشان أعرف أكمل صح.
مش كل سلام هادي معناه انه سلام. السلام الحقيقي هو السلام اللي يحرر، وده اللي احنا هنتكلم فيه فكرة وعلى الأرض السلام. يعني ايه فكرة وعلى الأرض السلام؟ بس مستنية تعليقاتكم ومشاركتكم في فكرة انه يا ترى السلام إحساس ولا قرار؟ أنا حاسس إن أنا عايزة أعيش في سلام، ولا أنا مقرر إن أنا أعيش في سلام؟ هل أنت من الشخصيات اللي بتتحمل تعب المواجهة، ولا خلينا في ألم الكبت؟ يا ترى أنا أنهي نوع من الشخصيات دي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل ونحكي، وما ننساش لعبة الشهور. كل شخص حسب شهر ميلاده وهيكون في رسالة جميلة. يلا بينا فاصل ونرجع نحكي ونكمل مع بعض، مستنية تعليقاتكم. وعلى الأرض السلام. جملة مش شعرية كده، ولا جملة فيها سجع ولا أي حاجة. دي جملة قوية جدا. في حلقة النهاردة إنه مش كل سلام سلام. اتكلمنا في اللينك اللي فات عن أشكال السلام اللي تبدو كأنها سلام، بس هي في الحقيقة مش سلام. يا ترى السلام إحساس ولا قرار؟ يا ترى إيه مفهوم السلام بالنسبة لك؟ أيهما تتحمل؟ ألم وجع المواجهة، ولا ألم الكبت؟ ان انا افضل كابت من اللي قدامي كده ومستحمل وساكت ويبدو اني في سلام، بس انا في الحقيقة مولع نار. كمان في لعبة الشهور معانا، كل واحد حسب شهر ميلاده. السلام اتقال على الارض مش بعد ما الارض بقت مثالية خالص، انما هي او على الارض السلام جملة اتقالت والارض فيها خوف، والارض فيها تعب، والارض فيها خسارة. يعني معنى كده السلام ما هواش مكافأة للي ظروفهم اتحلت، انما السلام عطية للي لسه واقفين جوه المعركة. السلام مش نهاية صراع، مش النهاية بالسلام خالص، انما انا بحس بالسلام والامان وسط الصراع. خلينا كده ناخد بعض الشخصيات الكتابية اللي هنتكلم عليها ونشوف السلام في حياتها كان عامل ازاي. السلام الحقيقي، دلوقتي احنا بنتكلم عن السلام الحقيقي اللي هو سلام سلام بجد. عبد المسيح في تعليقات الفيسبوك بيقول صباح الخير والسلام، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا بنعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين. شكرا يا عبد المسيح جدا. ودي في روميا. معانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واعرف الرسالة بتاعتك. قول لي يا عبد المسيح فكرة، هل السلام قرار ولا السلام إحساس؟ يا ترى ايه مفهوم السلام بالنسبة لك؟ يا ترى لما تقول أنا حاسس بسلام بيكون ايه اللي بيحصل عشان تقول أنا حاسس بسلام؟ يوسف مثلا عندنا يعني شخص اتذكر في الكتاب، اتخان، اتباع، اتسجن، اتظلم، اتساب في السجن وهو ما عملش اي ذنب. يعني هو شخص ما اخطأش وما عملش حاجة تستحق انه، بالعكس ده كان بيتصرف صح، ومع كل تصرفاته الصح كان بيتأذي. فايه اللي بيحصل ده؟ يعني ليه انا عملت ايه ده كله؟ انا كنت كويس يعني، ده انا حتى كنت امين مع ربنا وما رضيتش اصنع الشر والكلام ده كله. السلام ما جاش لما يوسف خرج من السجن خالص. السلام كان مع يوسف وهو جوه السجن، وده الفيصل ما بين السلام الحقيقي والسلام الفيك. احنا بنبقى متخيلين ان احنا محتاجين نبقى كويسين عشان احس بالسلام، او محتاجين ان احنا نحس ان المشكلة خلصت عشان يحل السلام، او الخناقة تتفض عشان السلام يحل. وده مفهوم غلط قوي. يلا يا جماعة اهدوا عشان يبقى فيه سلام. لا خالص. هو السلام الحقيقي اللي بجد اللي احنا بنتكلم عنه ده مش سلام، ده حاجة انا عايزة اجيبها زي قوة عليا كده، عايزة استجديها في حياتي. انما السلام الحقيقي هو اللي بيكون وسط الظلم، او وسط الخناق، وسط التجارب الصعبة، وسط التهم اللي بتيجي عليا وانا ما عملتش حاجة. ممكن اكون في ضيق قوي قوي، وممكن اكون مضغوط قوي،
بس في حتة جوايا كده حاسة بأمان، بس في حتة جوايا حاسة بسلام، وهو ده السلام الحقيقي اللي هو حقيقي، ده يتقال عليه سلام. تعالوا نشوف تعليقات الفيسبوك ونرجع نكمل. سامح، صباح الفل عليك يا سامح، وبيقول بختار شهر 12 ليك. انت مركز ان انا شهر 12، برافو عليك. وشهر 9 وشهر 10. يلا بينا نبدأ 9 10 و12. طيب شهر 9 بيقول سلامك في التنظيم لما الفوضى تهدى جواك. ده شهر 9، سلامك في التنظيم لما الفوضى تهدى جواك. قولي كده لو تعرف يعني عارف يا سامح انه حقيقي حقيقي الفوضى ما بينفعش معاها سلام. يعني السلام عشان يبقى موجود لازم اكون منظم الى حد ما في حياتي، عارف انا بعمل ايه، وعارف انا في علاقة ايه، وعارف انا بمر بايه. البهوأة الكتيرة دي من ضمن الحاجات اللي ما تخليناش نحس بسلام. تعالى كده نشوف، انت قلت 9 وقلت 10 باين. ايوه، يلا بينا نشوف شهر 10 بيقول ايه. شهر 10 بيقول سلامك في القبول، تقبل نفسك قبل اي حد تاني. سلامك في القبول، تقبل نفسك قبل اي حد تاني. قولي كده برضو شهر 10 واقع الكلام ده عليه ايه؟ تخيل كده حد مش عارف يقبل نفسه، هيحس بسلام؟ مستحيل. من ضمن الحاجات اللي بتخلي السلام يجري ويسيبنا ان انا مش حاسس بقبول في اي حاجة. هي دايرة، انا لازم امهد المكان لحلول السلام. لازم ابقى مقرر ان انا محتاج سلام علشان اعرف اتصرف في حاجات تانية كتير. شهر 12 بقى بيقول سلامك في الامتنان، تشوف النعمة وسط الزحمة. انا بالنسبة لي دي حقيقة جدا. لما بحس انه وسط التجارب الصعبة وفي حتة كده ربنا بينور بيها، او لما بشوف انه قد ايه في الوقت الصعب ربنا انتشلني من حاجة معينة، بحس بسلام غريب. بحس الله، طب انا قلقانة ليه؟ طب ما هو ربنا كان معايا في الموقف وبعت لي حد او عدى بشكل ما. فاذا انا محتاج ان انا اهدى شويه. فحقيقي الامتنان من ضمن الحاجات اللي بتساعد على حضور السلام. يا ترى السلام قرار ولا احساس؟ مستنيه رايكم. يا ترى انت ايه مفهوم السلام بالنسبه لك؟ في التلاميذ في السفينة، التلاميذ في السفينة دول من أكتر الناس اللي ممكن نطبق عليهم فكرة السلام جدا. كان البحر هايج جدا، الرياح عالية قوي، وكل حاجة بتقول إنه في خطر محقق وإن السفينة أو المركب هيغرق، مع إنه في شخص نايم جوه، إله السلام نايم جوه. إزاي معاكوا إله السلام وشعرين بكمية الخوف دي؟ لما انا جيت بقى بصيت لحياتنا لقيت انه نفس الموضوع بيحصل. طب ما احنا عارفين انه ربنا موجود، وعارفين انه ربنا بيحل، وعارفين انه ربنا ظهر بجد، وعارفين انه ربنا سند بجد. لانه ما كناش هنبقى واقفين على رجلينا الى الان الا لو كان في قوة عليا هي سندانا من ورا، والقوة العليا دي هي الله. في اوقات كتيرة بنبقى عاملين زي التلاميذ، معاهم اله السلام بس حاسين بالخوف وان هم هيغرقوا. احنا بنعمل نفس الموضوع، يمكن بعقلنا كده نستغرب قوي ونقول ازاي انتوا خايفين ومعاكوا الاله اللي بيعمل المعجزات، اللي معاكوا الحد اللي هو اصلا انتوا عارفين ان هو مش عادي، فازاي انتوا تبقوا خايفين؟ هل هيغرق مثلا؟ فالسلام مش مرتبط بحالة البحر، مش مرتبط بالعواصف، مش مرتبط بحجم المعاناة اللي احنا بنعانيها. السلام الحقيقي هو ثقة. انا واثق انه مهما حاجة هتحصل، انا واثق ان انت معايا، انت اله السلام. انا واثق ان انت هتبدل الامور. انا مش شايف ان هينفع تتبدل دلوقتي، انا مش شايف انه المشكلة ينفع تتحل دلوقتي، بس انا واثق انك هتقدر تغير، واثق ان انت موجود، واثق انك مش هتسمح ان انا اتدمر. على فكرة الكلام ده بيفرق جدا جدا، لانه انا لما بقوله وبصليه مع ربنا بيغير في حياتي كتير قوي. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. مايكل بيقول تعب المواجهة أفضل بكتير. شفت بقى؟ وده بيفكرني بالابن الضال، لأنه لما فضل في ألم الكبت والأكل من الخرنوب، ولما بدأ يحس بالذل قرر تعب المواجهة.
وما فكرش ابوه هيقبله بعد كل اللي عمله، هيبدأ يلومه، لكن ما فكرش في ألم الكبت، وكان عنده شجاعة يتغلب على كل تردد. قرر مواجهة تعبه، وقرر المواجهة ده هو الحل اللي أعطاه الراحة حقيقي. شكرا جدا يا مايكل، لأنه ده حقيقي. فكرة أنه تعب المواجهة، أنا تعبان علشان أواجه، تعبان علشان أغير، تعبان علشان أتكلم مع الناس وأقول اللي جوايا، بس حقيقي أكرم لي 100 مرة من إن أنا أعيش زي ما يقول كده في مكان كله زبالة. أنا محتاج إن أنا أغير ده بإن أنا أواجه، محتاج إن أنا أطلب إن السلام يحل، وإن كل المنازعات اللي ما بيننا اللي مخليانا عايشين في جو وحش تنتهي بالمواجهة. اعتقد انه هو الابن الضال فكر كويس قوي يا ترى ابوه هيقبله ولا لا. ده احساس ومشاعر طبيعيه. عاده اللي بيبقى غلط وعمل غلطه كبيره في حياته وقرر ان هو يعتذر، من اكتر المعيقات اللي بتقابله، يا ترى لما اعتذر الناس هتقبلني ولا لا، يا ترى لما ارجع الناس هترحب بيا ولا لا، يا ترى هيقولوا عليا ايه. ففكرة بعد الرجوع وإن أنا عايز بقى خلاص أرجع لحالة السلام وأرجع للحالة اللي أنا كنت فيها كويس وابن متصان، بيقابلنا فكرة إنه يا ترى الناس هتقبلني ولا لأ. بس هي زي ما أنت بتقول كده في الآخر، فكرة المواجهة وإن أنا أواجه وأقول إنه مش هينفع أعيش أكتر من كده بالشكل ده، مش هينفع أعيش أكتر من كده في العلاقة دي، مش هينفع أعيش أكتر من كده في الوضع الغلط ده، فأنا لازم أقوم بقى، لازم يحل السلام. لأنه في الأغلب من معوقات السلام إنه أنا أكون مصر على الخطية والبعد عن السلام. فأنا طول ما أنا اخترت إن أنا أبعد عن السلام، السلام مش هيحل. فده وضع طبيعي جدا. يمكن لو رحنا لداود، كتب جملة كده: بالسلام أضطجع وأنام. بسلام أضطجع وأنام كتبها مش وهو الدنيا عنده هادية، ما كتبهاش وهو حاسس ان هو أشكرك يا رب على كل حاجة، أنام بقى دلوقتي في سلام وهدوء. ما كانش خالص ده الموضوع، بل بالعكس، ده كتبها وهو مضطرد وهو هربان وهو مهدد. فهو مشاكله ما اتحلتش، هو استلف مشكلة كبيرة. لكن السلام ان انا يا رب مش هخلي الخوف مسيطر عليا، يا رب انا عارف ان الوضع مش كويس، بس انا هنام بنوم عميق، لاني واثق ان انت معايا اللي بتحميني، لانه واثق انه سلامك هيحل عليا وهعرف احل اللي جاي. فبنام مش لاني الدنيا بقت فيها سلام، بنام مش لان بقى فيه امان، بنام لانه انا بجد حاسس اني قلبي مطمن وانا مع ربنا. ودي فكرة قوي حلوة قوي. افتكر كده داود لما قال بالسلامة اضطجع وانام، ما قالهاش وهو حاسس بسلام، او ما قالهاش وان الاوضاع في سلام، هو قالها وهو هربان، بس كان عارف انه الله معانا. بتهيألي مفيش حاجات اكتر من كده تحسسنا انه الطبيعي ان احنا نحس بالسلام. بولس الرسول قال: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. ما قالش إنه سلام الله هيغير الظروف خالص، قال سلام الله يفوق كل عقل بيحفظ قلوبكم وأفكاركم. قال إنه السلام هو اللي هيحفظ القلوب والأفكار، هو اللي هيخلينا نقدر نعيش اللي جاي، هو اللي هيخلينا نقدر ندخل في العتمة وننور إحنا، هو اللي هيخلينا نعدي الصعب. كان ممكن يقول بقى بشكل تاني: سلام الله هيغير حياتكم، أو سلام الله هيجعلكم أفضل. كان ممكن يقول كده، لكن هو ما قالش كده. هو قال إنه سلام الله بيفوق كل عقل بيحفظ قلوبكم وأفكاركم. يعني السلام هو الحفظ، يعني السلام هو إنه ربنا يحافظ عليا في وسط ما أنا متداس عليا، لكن انا عارف يا رب ان انت هتحل بسلامك عليا. ودي نقطة حقيقي فرقت قوي معايا. السلام ما بيغيرش اللي بره، يعني ما بيغيرش الاوضاع. يعني مش اتطردت من الشغل فالسلام هيخليني ارجع الشغل تاني خالص. السلام هيخليني بعد ما اتطردت من الشغل اعرف
ازاي ادور على شغل جديد وانا متاكد وواثق انه الله هيبعت لي قوتي، وانا واثق ومتاكد انه الله مش هيسيبني. هو ده السلام الحقيقي. وعلى الارض السلام يعني ان احنا نفضل حاسين بسلام في وسط عالم قاسي، ان احنا نفضل حاسين بان انا هكمل من غير ما اتحطم ومن غير ما التجربه تدوس عليا، عشان يا رب انت حالل بسلامك في قلبي. على فكرة ده صعب جدا، صعب جدا انه وسط كل المعيقات. ما تقوليش مثلا انه حد عايش في بلد فيها حرب وفيها موت ويحس بالسلام. هيحس بالسلام ازاي؟ ده انا عارف انه ممكن يجي عليا الدور ان بيتي يتهد مثلا. قولولي هنا بقى السلام ازاي؟ ساعتها السلام هنا بقى بيبان في معانيه الحقيقية، انه يا رب انا لا املك شيء لكن واثق ان انت سلامك بيحوطني. عارفين كان واحنا صغيرين كده يقولوا لنا قبل ما تناموا ارشموا الصليب على الحيطان مثلا، او اطلبوا من ربنا انه ياخد باله من الحيطان، انه ما فيش اي مثلا لما الاطفال تبقى خايفه من الحرامي يدخل ولا بتاع الافكار الغريبه دي، لا نرشم الصليب على الحيطان. تحس انه كاننا بنقول يا رب حل بسلامك، لان انت لما تحل بسلامك انا واثق ومتاكد انه ما فيش خطر هيحصل لي. آه ف ف حتى المسيح قال ايه؟ سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. يعني سلام العالم مشروط، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. يعني اذا السلام بتاع العالم ده ليه شروط وليه قواعد. فاللي بيقعد طول الوقت يستنى السلام من الشغل، السلام من المرتب، السلام من البيت، السلام من العلاقة الزوجية تنجح، السلام من ان اولادي معرفش ايه، لو حد استنى انه السلام يجي من العالم بشكل ما هيعيش طول عمره مش حاسس بالسلام ومستني السلام. لكن سلام الله بيعيش حتى لو كل حاجة مش تمام. ده اللي وعد بيه، انه سلامي اعطيكم وليس كما يعطي العالم. انا الحاجة اللي هأكدها لكم اني هديلكم السلام في اي وقت. فسلام الله مش وعد ان احنا مش هنتوجع، لكن وعد ان احنا مش هنتساب. وهنا فرق كبير قوي. تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم في نقطة جميلة جدا. يا ترى السلام احساس ولا قرار؟ وده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه بجد مع بعض. يا ترى السلام احساس ولا قرار؟ فاصل ونرجع نكمل. اسبوع السلام يا جماعه، فرحه وسعاده بقى، فرحه وسعاده لينا كلنا، امين. طيب بصوا، قبل ما ابدا التعليقات، احنا معانا الادفنت بقى النهارده اللي هو اليوم العاشر. فخليني افتح كده اليوم العاشر ونشوف بيقول ايه. اليوم العاشر على التوازي. يلا يا عم افتح بقى. قعدت كل حاجه يا جماعه، قعدت كل حاجه عشان افتح اليوم العاشر. طيب اليوم العاشر بقى بيقول النهارده قول من قلبك يا رب اديني سلام يملأ قلبي. امين. اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهارده طول الوقت، انه يا رب اديني سلام يملأ قلبي. جت بالصدفه وانا فرقت معايا جدا على فكره. المفروض انه الايام مش بتتكلم قوي عن السلام في الادفنت، بس النهارده هي اتكلمت قوي عن السلام. انه يا رب اديني سلام يملأ قلبي، اللي كنت بقوله لكم اللينك اللي فات. انه حقيقي لما بطلب السلام ولما بنظف قلبي عشان السلام يحل، السلام بيحل حقيقي حقيقي. عن اختبار بجد وعن حاجة حقيقية بجد. السلام بيحل لما أنا بقرر إنه يحل السلام. برجعها بقى بعد الحلقة، فكروني. طيب تعالوا نشوف تعليقات الفيسبوك. مايكل بيقول تعب المواجهة. لا أنا قلت دي الاستمرار في ألم الكبت بيحصل معانا كلنا، أيوة، بس أنا بعترض عليه. وبنفضل عايشين بيه فترات طويلة، ولما بتزيد علينا الضيقات بيحصل عندنا انفجار. ولينا ننفجر أما ممكن نفجر اللي حوالينا الأول. لا مش قصدي يعني، بس ليه نوصل لمرحلة الانفجار؟ السؤال يا جماعة، ليه بجد أوصل لمرحلة الانفجار؟ ليه؟ طب ما انا ممكن من الاول قبل ما افجرك وتفجرني والكلام ده كله نقعد ونتفاهم على الطاولة ونقعد ونتكلم. المهم عندنا انفجار، وزي ما بنقول بنجيب قاع، ودي اللحظة اللي بنقرر فيها اختيار تعب المواجهة. بس بتبقى تعب متعب، يعني بيعرف ما بيبقاش تعب بقى، بيبقى اسمه ألم. ليه بقى؟ لأنه امتى تبقى تعب؟ لما أنا أعملها في وقتها. لكن لما أخلي المواجهة متأخرة قوي لمراحل بعيدة قوي، أنا بعمل إيه؟
أنا للأسف بيبقى زي ما أنت بتقول كده انفجار، والانفجار ما بيسببش تعب، الانفجار بيسبب ألم، وأوقات بيسبب جروح مزمنة، وأوقات بيسبب حاجات اللي هي يقول لك عاهة مستديمة، بيعمل عاهات مستديمة. عشان كده العاهات في مجتمعنا كتير قوي، عشان بيكون ما بيكونش قدامنا حل تاني، فالإنسان بيكون عنيد وبيخدع نفسه إنه قادر يستحمل الألم، ألم الكبت، لكن في الآخر بيعترف بإن تعب المواجهة هو اللي هيريحه. شكرا يا مايكل، شكرا. بس أنا عايزة أقولك على حاجة، إنه طبيعي جدا إن أنا أمر بالمراحل دي عشان أوصل للنتيجة اللي أنت بتقول فيها، فأنا شكرا جدا على كلامك. يعني أنا هجرب الألم وهتعب منه قوي، ألم الكبت، زي ما مايكل بيقول كده بالظبط، وبعدين هقرر إنه لأ، كفاية بقى ألم، انا محتاج ان انا اواجه، محتاج اخرج لمرحله جديده. فمن فضلك كل حد بيسمعني النهارده مش بيعرف يواجه، ارجوك اتعلم تواجه، لانه حقيقي لما بتكبت ده بيمنع حضور السلام في قلبك. مش هينفع تحس بسلام طول ما انت كابت، لازم تطلع الطاقة اللي عندك بطريقة محترمة، بطريقة فيها حدود، وابدأ اتكلم وواجه علشان يحل السلام، حتى لو السلام كان بان انت تخسر اللي قدامك. اوقات الخسارة للشخص اللي قدامي احسن ما اخسر نفسي، ده حل مطلوب وحل مش غلط. احنا اوقات بنفضل زي ما ميرات قالت في التعليقات كده جايين على نفسنا كتير قوي عشان ما اخسرش الشخص اللي قدامي، بس لا، محتاجين خلاص كفاية. انا حتى لو هخسر الشخص اللي قدامي مضطر اعمل كده لو ده هيحل بالسلام، لو العلاقة دي كانت مؤذية وانه الحل فيها الخسارة، فاذا هيتقال السلام الاخير ليك وليا، سلام ليك وسلام في قلبي منك. أم طيب، تعالوا كده نكمل ونتكلم، نقول انه السؤال بتاعنا من وجهة نظركم يا ترى السلام احساس ولا قرار؟ بصوا، لما نتكلم عن الاحساس نقول ايه؟ مثلا الراحة احساس، انا حاسس اني مطمن، انا حاسس اني مرتاح، انا حاسس اني هادي. لكن السلام ما ينفعش اقول انا حاسس بسلام، ما ينفعش اقول كده. السلام هو جوهره قرار، لان فكرة الاحساس بيروح وبيمشي. يعني انا حاسس ان انا فرحان عشان صحابي مفرحيني، فانا حاسس ده دلوقتي فرحان، ممكن بعد ساعة ما بقاش فرحان عادي. انا حاسس انه انا مخضوض عشان سمعت خبر مش حلو، فانا حسيت بالخضة من الخبر. فالاحساس بيجي بيمشي، بيتأثر بالظروف، آه، ليه علاقة باليوم. انا النهاردة حاسس ان انا فرحان، انا النهاردة حاسس ان انا متنكد، انا النهاردة حاسس ان انا مضغوط. انما القرار هو اللي بيثبت لما الاحساس يتلخبط، ودي نقطة مهمة قوي. القرار بيثبت لما الاحساس يتلخبط. عشان كده ما ينفعش اقول انه السلام احساس، ما ينفعش اقول انا حاسس بالسلام. حاسس بالسلام ده يعني ممكن بعد ساعة لو قامت خناقة سلامك هيروح، لكن أنا واخد قرار إن أنا أعيش في سلام. يعني أنا عايش في سلام دلوقتي، ولما تقوم الخناقة أنا برضو لسه في سلام. ليه؟ لأني واثق إنه سلام الله يفوق كل عقل. يعني واثق إنه أنا في سلام، سواء في وقت الهدوء أو في وقت الضيقة، مش سلام بشعرة ساعة يروح وساعة يجي، فكده هيكون الدنيا فيها، يبقى كده إحساسي بالسلام مؤقت. لكن السلام قرار لما الدنيا تعك. لو السلام كان إحساس بس كان هيختفي في أول خناقة زي ما قلت، أو أول خبر وحش. اول ما يحصل الخبر الوحش احس ان انا اتوترت، واحس ان انا ازاي والدنيا هتعك مني و فبحس بنوع من الاحباط. فساعتها هكون ده السلام مجرد احساس وليس قرار نابع من داخلي. الكتاب بيقول ليكن سلام الله حاكما في قلوبكم. يعني السلام مش ضيف، السلام مش احساس، ده قائد حاكم، قرار واحد بياخد قرارات. فليكن سلام الله حاكما في قلوبكم، يعني السلام مش إحساس، السلام قرار قائد في حياتي. أنا ماشي طول الوقت عارف إنه أنا ينبغي أن أكون في سلام لإني مع الله.
وعلى فكرة ده مش ده حتى لمّا نيجي نروح لعلم النفس كده، هُم بيقولوا في علم النفس إن البني آدم اللي حاسس بسلام، هو مش حاسس بسلام لمجرد إن هو الدنيا كويسة عنده، هو واخد قرار إنه يعيش في سلام، هو واخد قرار إن ما فيش حاجة هتزعزع سلامه، هو واخد قرار إنه حتى لو حزن والدنيا ضاقت عليه، بس أنا واثق يا رب إن أنت هتعدّي الموضوع ده. طيب، يعني إيه قرار؟ يعني إني ما أكمّلش في علاقة غلط. يعني إيه قرار؟ يعني إن أنا ما أعيّشش نَفْسي طول الوقت في سيناريوهات، لإني لمّا أعيّش طول الوقت نَفْسي في سيناريوهات، معنى كده إن ده إحساسي طول الوقت متضايق، إن أنا القرار بتاعي إن أنا أعيش متلخبط، لإن أنا كل شوية عامل حاجات في دماغي hidden كده ما حدّش يعرف عنها حاجة، بس باتخيّل طول الوقت إن فلان زعلان منّي، باتخيّل إن في خناقة هتحصل، باتخيّل إن هُم مش طايقينّي في الشغل، عامل سيناريوهات كتيرة، والسيناريوهات الكتيرة تخلّينا ما نعرفش نعيش في سلام. الإحساس ممكن يقول أنا متضايق، لكن القرار بتاع السلام يقول أنا مش هاتدمّر، أنا مش هاضيّع نَفْسي، أنا تمام، أنا هاحاول أبقى كويس. وهنا الفرق ما بين الإحساس وما بين القرار. السلام الحقيقي بيبدأ بقرار وبعدها الإحساس بيلحقه. يعني أنا واخد قرار إن أنا أعيش في سلام، فأنا حاسس إن أنا عايش في سلام، فهنا بعد القرار ييجي الإحساس مش العكس. آمم يمكن آخر حاجة ممكن أقولها في الموضوع ده، إنه السلام إحساس بيتغيّر لمّا يبقى مجرّد إحساس، لكن القرار بالسلام هو اللي هيخلّيني أعيش في سلام رغم كل العك اللي حواليّا. طيب، خلّيني كده ناخد تعليق ونرجع نكمّل. مايكل بيقول كمان أوقات بنكون في شَك، مش قادرين نقتنع إن تعب المواجهة. واضح إن موضوع المواجهة ده يا مايكل فارق معاك نفسيًا جدًا، لإن أنت الموضوع ده يعني حاسّاه مخلّيك إيه، يعني هل مرّيت بتجربة معيّنة جرّبت ألم الكبت وبعدين قررت تجرّب وجع المواجهة؟ يعني أنت واضح إن أنت مرّيت بالتجربة دي عشان كده الموضوع ده فارق معاك أوي. فمايكل بيقول كمان أوقات بنكون في شَك، مش قادرين نقتنع إن تعب المواجهة هيكون حل صح، هيريّحنا، والّا نفضل في ألم الكبت علشان بنفتكر إن المواجهة مش هتفرق. لأن الشيطان أكيد كان بيحاول مع الابن الضال إنه يشُك، ده حقيقي، أكيد، أكيد الابن الضال شَك، يا ترى أرجع والّا لأ، يا ترى هيقبلوني والّا لأ، فأكيد شَك. إن لمّا يعمل مواجهة هو ده الحل اللي هيطلّعه من اللي هو فيه حقيقي. علشان كده دايمًا بنقول إنه تعب المواجهة هو الصح، خلّيني أواجه علشان يعُم السلام، لكن طول ما في ألم الكبت صعب جدًا السلام يعُم. طيب، خلّينا كده نشوف السلام في العلاقات. السلام في العلاقات بييجي إزاي؟ بييجي من الأمان قبل الهدوء. يعني العلاقة الغير آمنة مش هينفع يبقى فيها سلام. عارفين البيوت اللي من برّه شكلها جميل أوي، وشكل فيه بابا وماما والأولاد وفيه سلام، بس من جوّه فيه هدوء غريب، هدوء لدرجة إنه ما فيش كلام أصلًا، هدوء لدرجة إنه ما فيش تواصل، هدوء لدرجة إنه ما حدش يعرف عن حد حاجة في البيت. من برّه يبانوا إن هي عيلة هادية جدًا، ما بتتخانقش، ما لهاش صوت، صورهم حلوة جدًا مع بعض، لكن من جوّه ما فيش أمان. وعشان ما فيش أمان ما فيش سلام، بس السلام اللي موجود في العيلة دي سلام وخلاص، مش سلام حقيقي. وهنا نقول إن مش كل سلام سلام. من ضمن الحاجات اللي تجيب السلام في العلاقات إنه أنا أتكلم وأقول أنا متضايق، مش أنت دايما بتضايقني. فكرة إنه أسمي إحساسي مش أتهم، لأنه أكتر حاجات بتشيل السلام من العلاقات التهم. لما طول الوقت أتهم الشخص اللي قدامي أنت دايما 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 دايما، السلام بيخرج من العلاقة. لكن لما أتكلم عن الموضوع اللي أنا قلته من الأول، إن أنا حاسس بالحاجة الفلانية، ده بيخلي السلام موجود، ما بيزعزعش قرار السلام في العلاقة. لكن التهم الموجهة طول الوقت بتنزع السلام من العلاقة. أكتر حاجات تخلي في سلام في العلاقة إن أنا أسمع عشان أفهم مش عشان أرد.
لانه طول الوقت لما اكون بسمع في الخناقه الشخص اللي قدامي، بس بسمع عشان مجرد ارد ومجرد ان انا اطلع نفسي صح وان انت غلط، السلام بيهرب من العلاقه والخناقه بتبقى خاليه من السلام. تعرفين ان في خناقات فيها سلام وفي خناقات ما فيهاش سلام؟ ايه ده، هو ممكن سلام يكون مع الخناقه؟ اه طبعا. الخناقه اللي فيها سلام بتعدي، الخناقه اللي ما فيهاش سلام ما بتعديش. على فكره السلام لا يمنع المصايب، السلام لا يمنع التعب، السلام لا يمنع الكوارث. في سلام، انا مقرر انه حتى لو بتخانق انا بتخانق من اجل ان السلام يتاكد. إيه، بتخانق وعلشان كده بقول السلام في العلاقات. انه انا لو انا بتخانق علشان بس ارد وعشان اطلعك انت غلطان وانا صح، ده هنا العلاقه خاليه من السلام. لكن لو انا بتخانق وانا بسمعك عشان افهمك، عشان احس بيك، علشان احاول نوصل لحل وسط، هنا انا بخلي فيه سلام في العلاقة. من اكتر الحاجات اللي بتحمي السلام في العلاقات الحدود، انه من الاول اكون عارف حدودي ايه وحدودك ايه، حدود واضحة ما بتتكسرش، فساعتها يكون في سلام في العلاقة بشكل كبير قوي. من اكتر الحاجات اللي تخلي فيه سلام في العلاقة ان انا اختار وقت الكلام. لما انا اكون بفكر في نفسي بس، واني ده انا عايزه اتكلم دلوقتي وعايزه اواجه دلوقتي وعايز اتخانق دلوقتي، مفيش سلام في العلاقه. لكن لما اكون بختار الوقت المناسب اللي ينفع لينا احنا الاتنين ان احنا نتكلم، بيعم السلام في العلاقه. ودي نقطه برضو مهمه قوي. من اكتر الحاجات اللي تخلي فيه سلام في العلاقات الاعتذار. احنا بنستكتر اوقات على نفسنا الاعتذار، بس حقيقي الاعتذار في العلاقات يولد سلام. أم، كلمة أنا غلطت بترمم قوي، أنا آسف، بترمم العلاقة، بتسترجع السلام اللي في العلاقة. لكن لما طول الوقت بنبرر وما بنعتذرش وأنا ما غلطتش، خلاص السلام هرب من العلاقة. مهم وأنا بسامح برضو عشان أوجد سلام، ما جيش على فكرة ألم الكبت. يعني ما اقعدش اكبت في نفسي عشان العلاقة تمشي، ما اقعدش اكبت في نفسي علشان يحل السلام. ده سلام مزيف، ده سلام مش حقيقي. مش كل سلام سلام. انا ببقى فاكر ان انا بحط سلام، بس انا بولع الدنيا من جوايا وهنفجر. هنفجر زي ما اتقال في التعليقات، هيحصل انفجار. أم، اوقات السلام بيبقى في البعد. احنا بنستغرب فكرة البعد، بنستغرب فكرة الخسارة، انه ما دام انا خسرت شخص يبقى ما فيش سلام، ما دام انا بعدت عن العلاقة يبقى ما فيش سلام. بس حقيقي اوقات السلام الحقيقي بيجي من البعد. احيانا السلام انك تمشي من غير حرب، لانه الحرب هتخسركم انتوا الاتنين ومش هتحل. فمحتاج ان انت تمشي علشان الدنيا تقف لغاية هنا. ووقف نزيف الحرب ده مهم قوي في الموضوع ده. آه فالسلام في العلاقات مش ان احنا ما نختلفش، السلام ان احنا نختلف بس ازاي خلافنا يبقى في سلام. ودي نقطة حلوة قوي في العلاقات. طيب السلام ينهي ولا يحل؟ دي نقطة برضو مهمة قوي. بس خلينا نتكلم علشان احنا 46 فاحنا قربنا قوي. ازاي اوجد سلام؟ او احنا بنسالم ليه؟ كمان دي نقطة مهمة قوي. يا ترى احنا بنختار ليه يبقى فيه سلام؟ ما نخليها ماشية كده. ليه بختار ان يبقى فيه سلام في العلاقات؟ ليه بختار ان يبقى فيه سلام في قلبي؟ ليه بختار ان يبقى فيه سلام في الحياة؟ ليه؟ ليه مهم فكرة على الارض السلام؟ ليه ما قالش على ارض اي حاجة تانية؟ ليه اختار السلام؟ ليه السلام مهم في حياتنا؟ من وجهة نظركم كده ليه السلام مهم؟ ليه بنختار ان احنا نسالم؟ ليه نختار انه يبقى البيوت فيها سلام، بس سلام حقيقي مش المزيف؟ تعالوا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نكمل على طول. في تعليقات الفيسبوك مايكل بيقول أنا كنت مستمر في ألم الكبت لفترات طويلة وتعبت جامد، وبرضه ما أخدتش قرار المواجهة بالرغم من الألم الواضح، لكن كان عندي عدم شجاعة علشان العلاقات تمشي على حساب نفسي، وفضلت مكمل فيه سلام ما كانش سلام، السلام المزيف اللي هو فكرة مش كل سلام سلام. وحصل انفجار وفي الآخر أخدت القرار بتعب المواجهة وارتحت وعرفت ان ده افضل بكتير من الكبت. تعرف ايه اهم حاجة في اللي انت بتقوله؟ ان انت حطيت مسميات يا مايكل. كتير قوي بنعمل حاجات احنا مش فاهمين بنعملها ليه.
فبنبقى محتارين كتير قوي، بنبقى محتاجين نسمي مشاعرنا. انا حاسس بكذا، او انا وصلت للنتيجة كذا. فايدة انك تسمع كتير انك هتوصل للمرحلة دي، انك تعرف تسمي مشاعرك. انت سميت وعرفت انك كنت بتعاني مما يسمى بألم الكبت، وتحررت منه وواجهت تعب المواجهة وارتحت. عرفت انه كنت بتحاول تعيش سلام مزيف، واكتشفت ان ده مش هينفع مع ألم الكبت مع ألم الكبت. فإذا لما بنسمي مسميات مشاعرنا بنعرف نخرج من المأزق اللي احنا فيه، وده مهم جدا في حياتنا كلنا، ان احنا نعرف احنا بنحس بإيه. ندور ونقرا ونسمع كتير قوي عشان نعرف احنا بنحس بإيه. وانس سميت مشاعرك هتعرف تتعامل معاها. طول ما انت مش عارف توصفها، طول ما انت مش عارف تتكلم عنها، فانت ستيل مش عارف تعالجها صح. برافو يا مايكل، المرحله اللي انت وصلت لها دي مرحله هايله قوي، حافظ عليها، لان دي هتطور حاجات كتيره. ويمكن التطور اللي انا شايفاه في شخصيتك من خلال ما بسمعك كتير وبتسمعني في الراديو، حسيت انه في تطور رهيب في شخصيتك. فده لانك انت ابتديت فعلا تعرف تفهم مشاعرك صح وتتعامل معاها. طيب، قبل ما اقول انا ليه بسالم الناس، خليني اقول ازاي اعيش في سلام. ازاي اوجد سلام في وسط العالم المتعب ده. بشوف انه اكتر حاجة ان انا اسلم اللي في ايدي. دي نقطة مهمة قوي. ملقين كل همكم عليه لان هو بيعتني بيكم. احنا مشكلتنا في الدنيا ان شايلين الشيلة لوحدنا. بننسى ان في اله قدير بيشيل معانا الشيلة. بس لما بنشاركه في الحمولة بتاعتنا ونلقي همنا عليه، هيحل السلام. سلم اللي في ايدك، اديه ربنا وقول له يا رب انا بسلمك اللي في ايدي واديني سلام في قلبي. بتفرق كتير قوي. طول ما انت متمسك بشيلتك لوحدك مش هتحس بالسلام، هتحس ان انت مهموم وتعبان وتقلان في الحركة. كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نشعر بالسلام او نعيش بسلام، ما ينفعش اكتم. الحلقة دي كلها انا بتكلم في المواجهة. انا بتكلم انه عبر عن مشاعرك، انه اتكلم ايه اللي بيحصل في حياتك. داود اشتكى وصرخ وبكى وكتب مزامير علشان يخرج من الحالة اللي هو حاسس بيها. بعد ما عمل ده كله ابتدى يحس بطمأنينة رهيبة، وابتدى يحس بسلام كبير. كبت المشاعر بيرفع ضغط الدم، بيخليك مش عايش في سلام، بيعمل انفجارات وغضب مفاجئ. فانت محتاج ان انت ما تكبتش، محتاج ان انت تعبر عن اللي جواك بأمان عشان تقدر تعيش في سلام. السكوت الطويل مش نضج، ده علامة خطر جدا. فخد بالك علشان ما نوصلش لمرحلة ان احنا بننفجر ونبوظ كل حاجة. محتاجين عشان نشعر بالسلام نختار أفكارنا. كل ما هو حق، كل ما هو طاهر، افتكروا فيه. السلام بيبدأ من الفكرة. عشان كده طول الحلقة بقول ان احنا محتاجين ناخد قرار ان انا اعيش في سلام. محتاج اغير افكاري، اشوف ايه اللي بيطلع السلام من جوه قلبي واحاول احله، واقرر ان انا يكون في سلام في قلبي. محتاج اختار افكاري. كل ما هو حق، كل ما هو طاهر، افتكروا فيه. يعني محتاجين نفكر صح عشان يبقى في سلام في حياتنا. طول ما انا ماشيها على الله السلام مش هيحل. اقول ده انا ماشي في ملكوت الله وكأنه هو ده السلام، بس ده سلام زائف، ده سلام مش حقيقي. عادة انه مش الاحداث هي اللي بتكسرنا، عادة اللي بيكسرنا هو تفسيرنا للاحداث. اللي بينزع السلام من جوانا تفسيرنا للحدث، واحنا في الغالب بنفسره غلط، مش الحدث نفسه. احنا لو بصينا للحدث بشكل عاقل وبشكل هادي مش هنتكسر الكسرة دي. اكتر من 60% من الناس بيقلقوا من حاجات ما حصلتش، وبينزع منهم سلامهم بسبب حاجات ما حصلتش. فاحنا محتاجين نشتغل على افكارنا قوي. يا ترى احنا عايشين في الواقع ولا عايشين في سيناريوهات بتسحب سلامنا منا؟ مفروض عشان اعيش في سلام
ما ينفعش تبقى حياتي مفتوحة لكل الناس. الطبيعي عشان أعيش في سلام أحط حدود. آم، المسيح نفسه هو على الأرض كان أوقات تلاقيه في وسط الجموع، أوقات تلاقيه بيبعد الجموع وبيدخل في خلوة، أوقات تاني بتلاقيه ساكت، أوقات تاني بتلاقيه بيتكلم. فهو نفسه كان حاطط حدود، إنه في منطقة حواليه علشان ما يأثرش على سلامه. لأن اللي سايب حياته بلا حدود هتلاقيه سلام بيتزعزع جدا، هو مش عايش في سلام. لأنه أي حد بيعدي عليه بيغير فيه، أي حد بيعدي عليه بينكد عليه. لكن لما نحط حدود واضحة ما بيننا وما بين الناس، ده ما بيأثرش على سلامنا بالشكل ده. من ضمن الحاجات اللي محتاجين ان احنا عشان ندخل السلام في قلوبنا، نسامح بس ما نكملش في الأذى. لو العلاقة مؤذية، لو الناس تعباني، لو المكان خطر عليا، انا هسامحكم يا جماعة وهقول لكم سلام وهمشي. سامح بس ما تكملش في الأذى. آه لما بسامح انا بحرر نفسي وبسمح للسلام يدخل جوه قلبي. المسامحة في حد ذاتها كمان يا جماعة بتقلل التوتر جدا، ولما التوتر بيقل بيسمح ان انا اشوف في السلام. فمحتاج ان انا اسامح بس ما كملش في الحاجة اللي بتأذيني. من ضمن الحاجات اللي تخليني اشعر بالسلام الواقع، قبول الواقع. انا في الطبيعي حاسس ان انا طول الوقت مضغوط، حاسس ان انا طول الوقت مظلوم، حاسس انه انا طول الوقت متاخد حقي، حاسس ان انا المرض ليه هددني، ليه بيتي مش حلو زي بقية البيوت، ليه العلاقة الزوجية بتاعتي مش ناجحة، وليه في انفصال، ليه في خناق، ليه في ضرب، ليه في إهانة، ليه في حاجات كتيرة قوي. أوقات الواقع بينفع نغيره، بينفع أتعامل معاه واخد قرارات ان انا اغيرها، بس في واقع ما بينفعش اغيره. زي المرض انا مش هقدر اغيره. زي الظروف المادية مش دايما بقدر اغيرها، بحاول بس مش دايما بتتغير. فالفكرة كلها انه هقبل الواقع بس مش هستسلم، هحاول اطوره، هحاول اشتغل عليه. بس لو فضلت ماشي بفكرة انا ضحية، انا ليه بيحصل فيا كده، مش هيحصل اي تقدم في حياتي والسلام مش هيعم. لكن لو غيرت الفكرة وقلت له يا رب انا حاسس ان انا تعبان، حاسس ان انا مضغوط، وانا عندي الافكار الفلانية للتغيير، ساعدني ان انا امشي فيها، ساعدني ان انا اتحرر من فكرة ان انا ضحية، واحاول اتعامل مع الواقع بدون استسلام بس بقبول. في فرق بين ان انا اقبله وفي فرق ان انا استسلم فيه. اللي يجيب السلام ان انا اقبله بدون استسلام. فشوف بقى ازاي تقبل الواقع وما تستسلمش ليه. أم، مقاومة الواقع على فكرة بتوجع اكتر من الواقع نفسه. فكرة ان انا اشتغل على نفسي عشان انه او لو جينا قلناها صح، يعني مقاومة الواقع بتوجع اكتر من الواقع نفسه. يعني فكرة ان انا ما اقبلش الواقع هفضل موجوع اكتر من ان انا اعيش في الواقع نفسه. ربنا يدينا سلام، ربنا يدينا هدوء في حياتنا. اشوفكم في حلقة جديدة يوم الخميس بموضوع جديد. الله يعطينا روح السلام ويعطينا القدرة على اتخاذ القرار ان احنا نعيش فيه سلام.